النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وجميلة جدا تنفع لنظام الطيبات وغير الطيبات. الرز المعمر يا حلو، في قليل من الناس ما يعرفوش وفي كتير بيحبوه. أنا واحدة منهم وبناتي بنعشقه. ولو عايزة تعملي رز معمر حلو ووشه يجنن وطعمه كريمي ومفلفل في نفس الوقت، يلا بينا بقى اقول لكم السر ايه اللي هيخليه طعمه كريمي ومفلفل وتحفة، وهتعمليه على طول ومش هتعملي غير بالطريقة دي. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بالظبط هتتعمل ازاي، ومقاديره مفيش اسهل من كده مقادير. يلا بينا بقى نشوف الطريقة وتركاته والسر بتاعه اللي هتخليه كريمي ومفلفل في نفس الوقت. يلا بينا بقى نشوف مقاديره بالظبط. مقاديره سهلة مفيهاش اي مشكلة. هنجيب بولة، طاجن يعني، فخار او صينية اللي عندك موجود عندك هتعملي بيه. هنا بقول المقادير بقى. ادي كوبايتين رز ومعلقتين كبار او 3 سمنة بلدي حلوين وفانيليا ونص كوباية سكر وكيلو لبن. نص كوباية سكر، لو انت عايزة سكر اكتر حطي حسب الحلو بتاعك وانت بتعملي الحلويات. اوكي، يبقى قلنا كوبايتين رز، 3 معالق سمنة مليانين كبار، نص كوباية سكر، 4 كوبايات لبن ونص كوباية مية هنحطها مع رشة ملح صغيرة. هنا بقى بقولكم المقادير اهو، بوريها لكم بالظبط. مقاديره سهلة واكيد موجودة في كل بيت. هنحضر بقى المية جنبينا وهنبتدي نحط المكونات. هنحط كوبايتين الرز وهنحط معاها السكر. هنا بوريكم برضو المقادير تاني اهي، عشان بس ايه تكون حاجة قدامكم وظاهرة قدامكم. وادي الفانيليا. هنبتدي بقى نحط كوبايتين الرز وهنبتدي نشتغل. ولما تيجي تعملي اي وصفة لازم تحضري المكونات قبلها عشان ما تتلخبطيش، وفي نفس الوقت بتكوني منظمة وتجهزي كل حاجة وتخلص معاكي وصفتك بسرعة. هنا حطينا الرز، كوبايتين رز كاملين مليانين للآخر. لو انت عايزة تستعملي الكوبايات المعيارية استعملي. انا بحاول ان انا ابسط لكم الامور وبعمل بكوباية الشاي اللي احنا بنشرب بيها الشاي العادية. هنا حطينا بقى الرز خلاص اهي. هنبتدي بقى نحط معاها 4 كوبايات اللبن. 4 كوبايات اللبن. ادي واحد اول كوباية، تانية هنحط 4. ال4 كوبايات بمعدل كيلو لبن. يعني انت لو جبت كيلو لبن وعيرتيه هتلاقي 4 كوبايات بالظبط. هنا 4 خلاص. هنحط معاها بقى نص كوباية المية. هنحط معاها السكر. هنا بقى البولة عندي طلعت صغيرة، اعمل ايه؟ جبت بقى بولة كبيرة سورها عالي، لان طبعا لما بتحط في الفرن هيغلي هيفور هيبهدل الدنيا. لا، جبت واحدة تاني سورها عالي وهحط فيها، هنقل فيها المقدار كله. اديني بوريها لكم اهي. هشيل بقى كل حاجة من قدامي واحط فيها البولة الكبيرة وهبتدي انقل من التانية، من الاولانية اللي هي البولة التانية دي للكبيرة. هو لازم الرز المعمر يكون الطاجن بتاعه سوره كبير. هنا نقلت بقى كله هنا على طول. هنزل بقية الرز عشان طبعا المقدار ما ينقص حاجة الى اخر حباية رز. خلاص كده. هبتدي بقى احط السمنة وهبتدي اقلب المقدار مع بعض، واخر حاجة بقى نحطها الفانيلي. هنا بحط مقدار الرز كله طبعا عشان المقدار يبقى مظبوط. هنحط معاها بقى 3 معالق السمنة بعد ما نقلب السكر باللبن اهو. خلاص كده هنقلب بقى كل المقدار مع بعض كده. الطاجن مفهوش اي مشكلة، الرز مع اللبن مع السمنة مع الفانيليا مع السكر مفيهوش اي حاجة، بس التكنيك بقى في السوا بتاعه. هنا بقى نحط الفانيليا ظرف او ظرفين زي ما انت عايزة، وهنقلب كل المقدار مع بعض. اخر بقى حاجة هنحطها قطعة زبدة
مش متسيحة، يعني احنا حطينا سمنة، هنحط بقى قطعة زبدة مش متسيحة. دلوقتي انا بدوها اشوف عايزة سكر ولا لأ، هزود شوية سكر، هحط حوالي معلقتين 3. وزي ما قلت في الوصفة، الحلو زي ما انت ما تحبي، عايزة تزودي عايزة تقللي زي ما انت عايزة. انا زودت 3 معالق. بعد كده هقلب بقى كل المقدار مع بعض، عشان لازم السكر يدوب لاخر حاجة، يعني ما تحطيش السكر كده وخلاص، لا لازم تقلبيه كويس بحيث انك يدوب خالص. شوف انا بقلب ازاي من تحت كده، عشان ما فيش سكر يكون راقد في القعر. دي اهم حاجة في الوصفة، عشان لو سبت السكر هيتلدع من تحت، ممكن يحرق الرز. فاهمين قصدي؟ هنا بقى هبتدي بقى اعمل ايه بقى، نحط حتة زبدة. بس انا للأسف انا حطيتها من غير ما اصورها، يعني انا حطيتها من غير ما اصورها، يعني اللي يشوف هيقول ده ايه. فانا طبعا شلتها وحطيتها تاني وصورتها تاني من اول وجديد. يعني فاهمين قصدي؟ يعني انا لو انتوا شفتوا الزبدة كده هتقولوا ايه الابيض اللي محطوط ده. لا لا، انا شلتها وحطيتها تاني قدامكم. وهقلبها بالطريقة دي، وهبتدي ادخله الفرن على اعلى درجة في الفرن. ليه بقى اعلى درجة؟ عشان اللبن يغلي بسرعة. ده التركة اللي في الرز المعمر. ما تحطهوش على نار واطية، لانه اللبن هينزل لتحت مش هيغلي قدامك عشان يعمل الوش الجميل ده. لا، انت في نفس الوقت درجة الحرارة عالية هتخلي اللبن يغلي ويفقفق كده ويتحمر في نفس الوقت. اعلى درجة يعني، اما اللي هو ايه، لو كان 260 يبقى 260، عايزه اقل مثلا 260 حطي على 200 ماشي، لحد ما تلاقيه غلي وابتدى يحمر، تبقي موطيه بقى عليه وتعمليه على درجه 190. فاهمين؟ الرز المعمر بيحتاج نار عاليه الاول، بعد كده توطي، يبتدي ايه يتشرب، ويبتدي في نفس الوقت ما يعضمش الوش، ما يعضمش، وفي نفس الوقت يبقى طري ومحمر في نفس الوقت. عشان انت لو حطيتيه في نار واطيه النار بتاعته هتعضم الرز من فوق. فاهمين قصدي؟ يلا قومي اعمليه بالهنا والشفا على قلوبكم، وان شاء الله الوصفه تعجبكم لنظام الطيبات وغير الطيبات. بس الوصفه دي مش للدايت خالص، لانها كلها سمن وسكر، واللي عايز يعمل الوصفه دي غير نظام الطيبات ما ينفعش للدايت خالص. يلا بقى قومي اعمليها بايدك الحلوة ليكي ولأولادك، وان شاء الله تعجبكم بدل انت عاملاها في بيتك بايدك الحلوة الجميلة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.